ازاي تحول اي رسمه في خيالك لرسمه حقيقيه على الكمبيوتر، وكمان تكون مثاليه جدا بكل الالوان اللي تعجبك، وتقدر تاخد الرسمه دي تشيرها مع اصحابك في اي ابلكيشن انت عايزه، وتحولها لستيكر وكمان نحركها. وطبعا في الاخر اكيد لازم هنبرمجها. ويلا بينا نتعلم حاجه جديده. اهلا بكل اصحاب المبرمجين. النهارده حلقه لذيذه ومختلفه جدا. زي ما انتم شايفين كده هنقدر نعمل الرسومات المختلفه ديت بكل الوانها المختلفه، وكمان هنقدر ان احنا ننفذ روبوت ونحركه، وكل دوت بابلكيشنز فري تماما، يقدر اي حد من اول 8 سنين يقدر ان هو ينفذه. ويلا بينا نبدا. اول ويب سايت معانا هو اوتو درو، وطبعا كل الويب سايتس اللي هنتكلم عنها في الحلقه النهارده هنحط لكم اللينكس بتاعتها في الديسكربشن او في الوصف تحت. اول حاجه عندنا الاوتو درو. هنفتح الاوتو درو، يبقى عندنا زي ما انتم شايفين كده على الشمال المنيو اللي هو فيه البان اللي حواليه ستورز، ده اللي هو الماجيك بان. بقيه الحاجات بسيطه جدا، الوان او بتعمل اشكال، بتكبر وبتصغر، او بترسم فري من غير ماجيك بان، او لو انت عايز تكتب تكست. اوكي، دلوقتي هنركز على ان احنا هنستخدم الماجيك بان. فانا استخدمت الماجيك بان. الماجيك بان ده بقى بيعمل ايه؟ مجرد ان انت مثلا بترسم اي رسمه، هو بيبدا ان هو ايه، يحط لك سجستشن، يعني اقتراحات اللي ممكن تكون الرسمه ديت انت قصدك بيها ايه. لما رسمت سيركل انت قصدك ان انت عايز ايه؟ عايز بيضه ولا عايز مثلا تفاحه، او انت عايز ايه بالظبط. فانا بما اني عايزه ارسم حاجات في السبيس او حاجات عن الالينز وكل الحاجات اللي موجوده في السبيس، ان هي دوت الحاجات اللي انا نفسي ان انا ارسمها. فلما رسمت سيركل ابتديت ان انا ادور على الحاجات اللي هو اقترحها لي، ولقيت ان الشكل دوت ممكن يبقى شكل موجود في السبيس. يبقى ممكن يكون شكل من البلانيتس مثلا، او شكل زي ما الحاجات اللي احنا بنشوفها من ناسا متصوره، فبندينا نتخيل ان ده ممكن يكون شكل من اشكال الاحجار اللي موجوده في السبيس. ابتديت ان ارسم حاجه زي سبيس شيب، وابتدى فعلا يقترح عليا من ضمن الاشكال السبيس شيب، وممكن كمان ان انا اغيرها لاكتر من شكل، وبعدين هختار السبيس شيب اللي انا عايزاها. وكنت عايزه ارسم اللي هو البلانت اللي بيبقى حواليه دايره دوت، فحاولت ان انا ارسمه على قد ما اقدر، وهو فعلا طلع لي من الاقتراحات هو كان موجود. الفكره كلها ان الموضوع ان هو الابداع ملوش بقى ايه، فعلا بجد مفيش اي حاجه نفسك فيها ممكن تقدر انت تنفذها بسهوله. ممكن طبعا تغير اللون بتاع البان بتاعك، وبعد كده ممكن تعمل اكتر من شكل. بعد ما رسمت كل الاشكال اللي انا عايزاها بدات ان انا الونها واختار الالوان بتاعتها من الكالرز. ان هو بتختار اللون اللي انت عايزه، تقدر ان انت تدوس في المكان اللي انت عايز تلونه. عايز تغير كمان اللون الازرق اللي انت رسمت بيه، تقدر ان انت تغيره، وتقدر تعمل فيها كل اللي انت عايزه. بعد ما خلصت كل التلوين اللي انا عايزاه لكل الاشكال بتاعتي، وقلت له ان انا عايزه الراكتس وكل حاجه، اعمل لها اكسبورت. انا لما عملت لها اكسبورت بيبقى زي ما احنا شايفين كده، طبعا كل الصور جنب بعض والخلفيه بتاعتها بيضه، بس انا كده ما حولتهمش لسه للستيكر. في حل من الاثنين، ان انا اعمل رسمه وان انا اكسبورتها لوحدها هتبقى خلفيه بوايت باك جراوند كده، او ان انا بقى عملت حركه ثانيه، ان انا خدتهم كلهم مع بعض وفتحت برنامج اسمه فوتوبيا. فوتوبيا دوت برده اللينك بتاعته موجوده تحت اونلاين. عملت ايه لما فتحته؟ مجرد ان انا دوست على اخترت التول اللي انت شايفينها ديت على الشمال، التول دي سيلكشن تول، دي ماجيك تول برضو. مجرد ان انا عملت سيلكت ورا ودوست ديليت من الكيبورد او باك سبيس او اي حاجه حسب انت بتستخدم ايه، راح شايل لي الباك جراوند البيضه كلها. وحتى قدرت ان انا اشيل اللون الابيض اللي داخل، لو داخل البلانت الزحل ده، قدرت برضو ان انا اشيل الوايت من جواه. فبكده يبقى انا شلت خلاص الباك جراوند الوايت اللي عندي، وبكده بس بقت عندي الرسومات من غير باك جراوند شفافه، وطبعا ده هيخلي شكلها احلى. طب انا عايزه كل صوره لوحدها، هعمل ايه؟ بسهوله هجيب السلكشن تول اللي هي على شكل دوتد بوكس دي، وهختار الصوره الاولانيه، وهقوم قايله له ان هو ايمج كروب. هيقوم ايه، عامل لي قص للايمج كده، وممكن ارجعها تاني بان انا اقول ايمج ريفيل اول. بعد ما عملت لها كروب هقوم رايحه برده نوت التريم، والتريم دوت هيخليني ان انا اشيل الترانسبيرنت بيكسل. فلما يتفتح الويندو بتاعت التريم هقوم قايله له اول ذا ترانسبيرنت بيكسل شيلها، فهيقوم ايه، شايل كل الترانسبيرنت بيكسل بتاعتي من حوالين الصوره. وبكده يبقى انا خلاص اعمل لها اكسبورت. هدوس فايل اكسبورت ايمج، وهتبقى الايمج دوت بينج. مهم قوي ان احنا نبقى دوت بينج. ليه؟ لان لو الايمج دوت جي بي جي هتبقى ترجع تاني الخلفيه البيضاء.
بنبقى دوت بينج علشان خاطر يتاكد ان الخلفيه بتاعتها شفافه، يعني بس الصوره اللي موجوده عندي مش هيبقى ليها حروف، مش هيبقى ليها اي حاجه، الستيكر او الصوره بتاعتي بس. سموها بقى زي ما انتوا عايزين، بلانت، ميترويد، 1 2 3 الايمجز اللي انتوا عايزينها، وسيف في المكان اللي انتوا عايزينه. وهكرر نفس العمليه لكل الصور بتاعتي صوره صوره. هعمل لها سيلكت بسلكشن تول، وهقوم رايحه قايله له ايمج كروب، وبعدين هقوم قايله له ايمج تريم ترانسبيرنت بيكسل، وبعدين ارجع تاني اقول ايمج ريفيل يجيب لي الايه البيكتشر الاصليه بتاعتي. هخلص كده واعمل كل الصور بتاعتي بالمنظر ده، يبقى كده عندي الصور بتاعتي جاهزه. الحاجه الثانيه اللي انا كنت عايزه ارسمها معاكم، هنرسم روبوت. هنا اهوت جيت في الاوتو درو وغيرت الحجم بتاع الصوره بتاعتي، قلت له لا انا عايزه مثلا ده، وعايزه في هنا اهوت عايزه ارسم روبوت. ابتديت ارسم شكل روبوت كده على قدي، اي شكل في تخيلي. هو كده كده هيطلع لي اقتراحات وانا هختار منها الشكل المثالي، او اللي هو بقى يبقى شكله مظبوط يعني. وبعدين ابتدى ان هو يطلع لي فعلا بجد الاقتراحات، وزي ما انتم شايفين كده كان في اكتر من اقتراح، واخترت انا الشكل ايه بتاعي دوت. ممكن طبعا اكبره، اصغره، الونه، اعمل فيه اللي انا عايزاه. خلصته ولونته زي ما انا عايزه وبقى عندي جاهز زي ما انتم شايفين كده. وقررت ان انا برضو اعمل له اكسبورت، وبعد ما عملت له اكسبورت اخدته على الفوتوبيا وشلت له الباك جراوند بتاعته. بس انا كمان عايزه احركه. هنروح بقى على ميتا ديمو لاب، هناخد الرسمه بتاعت الروبوت بتاعي، وقررت ان انا عايزه احركها على ميتا ديمو لاب. برضه هو فري تماما، هندوس عليه، هندخل تراي ناو، هندوس اكسبت، هنقعد بيقول لك ابلود فوتو، هنعمل ابلود للفوتو بتاعتنا اللي احنا عملناها. ممكن كمان اي رسمه انت رسمتها ممكن تستخدم ميتا ديمو لاب كمان ان انت تعمل له ابلود ليها وهو يحركها لك. هيقول لي ان هو دي الصوره اللي انت عايزاها. هقرب من الصوره بقى للسايدز بتاعتها، الابس والداونز، بحيث ان ما يبقاش في اي فراغات بيضه خالص، مش عايزه يبقى في اي حاجه الوايت باك جراوند دوت ايه، يعني انا عايزه تبقى الصوره متحدده جدا، علشان خاطر هو هنشوف بعد كده الخطوه اللي بعد كده هو هيبتدي يحط لي بوينتس اللي هي ديت البوينتس اللي هتحرك الايه الصوره. ممكن بقى انت تعدل في النقط اللي هو حطها لك، انت مش هتقدر تتغير النقط اللي هو حطها. ارفع بقى دراعه من هنا شويه، لا انا عايزه هنا شويه، لا اهتم ان الرجلين تبقى هنا شويه، يعني اعمل التغييرات اللي انت تحبها في الصوره بتاعتك، مفيش صح وغلط خالص في الموضوع. بعد ما عملت له كده هبتدي اقول له خلاص انيميت. هو بقى اعمل انيميشن. اول واحده شايفين ازاي قد ايه لذيذه وقد ايه فاني وقد ايه الموضوع فعلا بجد ممتع. باي باي روبوت، زي ما احنا شايفين كده الموضوع لذيذ جدا. هنا كمان كاتب لك فوق اول، يعني هي دي كل الاشكال اللي هو موجوده عندهم في الويب سايت، يقدر ان هو يحركها لك، او ممكن تختار من فوق دانس، فاني، جامبينج، ووكينج. هتختار بس المجموعه اللي بيعمل فيها دانس او فاني او جامبينج او ووكينج. هنا انا اخترت في الاخر الجامبينج، وعلشان خاطر انا عايزه استخدمه في برنامج، عايزه اعمل بيه حاجه على السكراتش. خلاص بعد ما عملت الجامبينج هقول له اكسبورت. بس في مشكله هتواجهني، ان لما هو هيطلعه لي ان اللي هو عمل له اكسبورت دوت ليه باك جراوند بيضه، وكده لو حطيته في سكراتش انا عايزه بس يبقى الشكل هو اللي بيتحرك، مش عايزه يبقى فيه حواليه ابيض كتير جدا عمال ايه بيتحرك معايا. وهنا بقى هيجي دور اخر ويب سايت معانا النهارده اللي هو اسمه اون سكرين. هندخل على onscreen.com، هو فري تماما. هيقول لك ابلود الفيديو بتاعك، انت هتابلود الكليب بتاعك بسهوله جدا، هيشيل الباك جراوند من الروبوت بتاعنا، وهيبقى الروبوت بتاعنا موجود وجاهز نعمل له داونلود. احلى حاجه ان هو لما بيجي نعمل له داونلود هو بيابلود دوت ام بي 4، اللي هو دوت اي حاجه بموفي او اي حاجه بيبقى دوت ام بي 4. هو بيرجعها لك حاجه اسمها دوت جيف، وكلنا عارفين الجيفس اللي بتبقى موجوده على موبايلاتنا في الانستجرام والستيكرز وفي واتساب، بنستخدمها كتير جدا. ولو انت مش عارف ايه الجيف، اللي هي بتبقى اي صوره متحركه وبتكرر نفسها على طول وبتبقى فيها حركه لذيذه زي ما انت شايف كده. ليه مهم قوي انها تبقى دوت جيف؟ علشان خاطر علشان ابلود صوره متحركه على السكراتش محتاجه انها لازم تكون دوت جيف، فالموضوع دوت هيبقى ايه كويس جدا هنا معايا. بسهوله بقى هفتح السكراتش وهعمل نيو بروجكت وهابلود الروبوت بتاعي. بس حبيت النهارده ان انا اوريك ازاي ان انت تقدر ان انت تحط الصوره بتاعتك في السكراتش. عملنا ابلود للصوره بتاعتنا، همسح بقى القطه خلاص، وهنشوف ان هو هنعمل حاجه بسيطه جدا هوريكم بس الموفمنت بتاعتها. من جرين فلاج كليك فور ايفر نيكست كوستيوم، وبكده يبقى هو هيعمل ايه، هيتحرك معانا على طول. الحركه اللي احنا عملناها قدرنا ان احنا نرسمه، نلونه، نحركه، ونعمل له كمان اون سكرين، يعني نشيل الباك جراوند بتاعته. كمان عملنا له ابلود في السكراتش. زي ما احنا شايفين كده عملنا اشكال لذيذه وخفيفه
وحلوه جدا. وكمان حطيت لكم الاشكال الثانيه اللي احنا عملناها في السكراتش، وان شاء الله الحلقه اللي جايه هنقدر ان احنا نبرمجها. طبعا بالتاكيد مستنيه اشوف ابداعاتكم والستيكرز بتاعتكم تحت هاشتاج كود فور اول، او ابعتوا لنا على الواتساب او على السوشيال ميديا بتاعتنا، كلنا في انتظاركم. واتمنى ان المشروع يعجبكم وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه بتاعتنا، وما تنسوش تستنونا الحلقه اللي جايه عشان نبرمج الروبوت واصحابه. هابي كودينج.